يلا بينا كده بقى نعمل احلى تاكوز مكسيكي. شايفين حلو ازاي وكمان طعمه خطير. بص بقى، انا عملت هنا عيش. تمام، هسيب لكم المقادير بتاعته في صندوق الوصف. طبعا عايزه اقول لكم عيش التورتيلا ده سهل جدا جدا وكمان ليه وصفات كتير. شايفين انا فردت العجينه عادي خالص وحطيتها في طاسه سخنه وهقلبها قدامكم بالشكل ده. اول ما بتشد كده شويه بحس انها خلاص بتبدا يعني في السوا، بقلبها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، ولا اسهل من كده. مقاديره بسيطه جدا جدا. طبعا هسيبها لكم بالظبط في صندوق الوصف. شايفين كمان لما نقلبها بالشكل ده. عايزه اقول لكم الوجبه دي سريعه جدا، تعمليها في 10 دقايق بالظبط هتكوني خلصتيها. ممكن تعمليها غدا عشاء براحتك. شايفه كده العيش جاهز معايا بالشكل ده اللي انتوا شايفينه ده، خطير. شايفه كمان بيترفع معاكي في الطاسه وحلو جدا وهيبقى ناجح معاكي من اول مره. معايا هنا كده معلقتين كاتشب، هضيف عليهم معلقه كبيره من المستردة. طبعا ده الصوص المكسيكي ده تحفه بقى. تمام، هنقلبهم بقى كده شويه وهنضيف عليهم علبه زبادي. يبقى هنضيف زبادي ومستردة وكاتشب، وهنضيف كمان خيار مخلل مقطع كده قطع صغيره، وهنقلب كله ده مع بعض. هيبقى معايا اجمل صوص بالطريقه دي. شايفين اهو الصوص ده طعمه خطير حلو جدا. هنجيب بقى دلوقتي بصلتين كده مبشورين. اي بصل عندك، انا كان عندي بصل احمر، بشرت كده بصلتين وجبت نص كيلو لحمه، ورحت بعد كده ضفت عليهم معلقه كبيره من بهارات اللحمه ومعلقه فلفل اسمر وكمان معلقه صغيره كده من البابريكا، وضفت عليهم ملح وكمان رشه من جوز الطيب، بس ما تكتروش الملح، انا الملح زاد مني شويه. تمام، وهنقلب بقى كويس جدا المكونات دي كلها مع بعض لغايه ما تتجانس كده مع بعضها. شايفين ده العيش اللي احنا عملناه. عايزه اقول لكم العيش خطير جدا، ينفع في اي حشوه. تمام، هنجيب بقى كده كور من اللحمه المفرومه اللي احنا عملناها مع بعض وعجناها كويس، وبعدين هنبدا نفردها على العيش كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا حابه بقى تزودي الكميه زوديها، مش حابه كده تمام. هتسخني الطاسه بتاعتك وهنقلب العيش على اللحمه المفرومه كده. هنقلب على اللحمه المفرومه في الطاسه. تمام، شايفين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، او بفردها كمان بالمعلقه بالشكل ده اهو. شايفه هقلبها كده على وشها على الطاسه. اول بقى كده ما تبدا تستوي معايا اللحمه هروح اقلبها اهو بالشكل ده، واضيف عليها الموتزاريلا او اي نوع جبنه عندك، وهنضيف عليها الصوص اللي احنا عملناه مع بعض المكسيكي ده، وبعدين هنقفلها بالشكل ده وهنحطها على الطاسه برضو علشان تحمص شويه معايا اهو زي ما انتم شايفين كده، علشان تنشف شويه. احنا اهم حاجه العيش يبقى كريسبي. شايفه بالشكل الجميل ده. اتمنى بقى انتوا تجربوا الوصفه دي وتعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه علشان يوصلكم كل جديد. باي باي.